انا عايز اتكلم يا جماعه عن 30 يونيو. خلاص يعني النهارده الاثنين، كلها 6 ايام تقريبا ويجي 30 يونيو. مع الاسف الشديد يعني كل المؤشرات بتقول ان الموت بيرفرف بجناحاته على مصر، وهيرفرف بجناحاته. في ناس مش هتقضي رمضان، مش هتقضي العيد مع اهلها. لكن انا مش عارف يعني ابتدي منين او اتكلم ازاي، بس انا عايز بس ادي ملحوظه صغيره جدا. ايه الفرق؟ احنا دايما بنتكلم الناس بره سلوكيات الناس بره على فكره ما تقدمتش فجأة ما بين يوم وليله، لا دي هي كلها سلوكيات واخلاقيات في المقام الاول. اخلاقيات في كل حاجه، في العمل، في عدم يعني عدم الموافقه، انك انت لما بتكونش موافق مع حد بيكون سلوكك عامل معاه ازاي، بتتكلم معاه ازاي، بتعمل معاه ايه، بتوصلوا لايه. وانا هدي مثال بسيط لحاجه صغيره قوي يمكن قريبه. مراجل تاتشر لما ماتت، على فكره هي ماتت قريب جدا هنا في انجلترا، في جوه جنازتها، في جوه الجنازه بتاعتها، يعني ما فيش حتى زي ما بيقولوا حرمه بقى اموات ولا كلام من ده. تخيلوا ناس بيقولوا بنحبها وريست ان بيس، يعني فلتركض في سلام، وناس تانية في نفس الجنازة بتقول بنكرهها وفلتركض في يعني ريست ان شيم، يعني بمعنى اللي هي فلتركض في خزي او في العار او حاجة زي كده. محدش ده ما حدفش مولوتوف على ده، او ده حدف مولوتوف على ده، محدش حدف مولوتوف على التاني. وكانت على فكره جنازه كبيره جدا، واللي كانوا غير يعني الناس اللي جت عشان تقول احنا بنكرهها ويلا بقى يعني ربنا يولع فيها بالنار او حاجه زي كده كانوا كتير، والناس اللي بيقول لا احنا كنا بنحبها وربنا يرحمها كانوا كتير. ما حدش لمس حد. اللي عايز بقى اتكلم في حاجه بقى مهمه جدا. احنا على فكره يعني في ثقافتنا العربيه دايما بنحب جدا نستخدم الحاجات اللي هي يعني ايه، تشبيهات الحيوانيه، يعني بمعنى صح شجاع كالاسد او قوي كالاسد، ماكر كالثعلب، حاجات زي كده، مطيع كالخروف. وبما ان بقى دخلنا في التشبيهات الحيوانيه، واصبح بيشار دلوقتي للاخوان ان هم خرفان، والسبب ان الاخوان المسلمين ان هم خرفان ان ليهم المفروض واحد اسمه المرشد بيمشوا وراه، بيطوعوه بدون اي تفكير او يعني ولائهم ليه السمع والطاعه، كل الكلام دوت. ولو ده حقيقي على فكره انا ما يعني مش هناقض معاك، ولا ان انا هجادل معاك، ولا اقول لك لا تمام. هم لو الناس دي هي كده عقيدتها كده الى ان يثبت ذلك، ما حدش قدر يثبت حاجه زي كده، الى ان يثبت ان الناس ديت بتمشي مع المرشد ان يعني بيقول هش يمين بيهشوا يمين، بيهشوا شمال بيهشوا شمال، يبقى كده تمام هم خرفان. ولكن طالما بقى دخلنا في مملكه الحيوان وهنتكلم عن مملكه الحيوان، عايزين نشوف في جزء من الشعب ممكن نشبهه بايه، وخليكم انتوا تحكموا على نفسكم. الجزء ده من الشعب انا معلش يعني هقدر اللي انا هقوله بصراحه، هاخد من القران بيقول كمثل الحمار يحمل اسفارا. هو مش عارف هو شايل ايه، حط على ظهره البردعه، حط تبن بيشيل التبن، حط كتب مقدسه بيشيل كتب مقدسه، هو مش عارف قيمتها ولا عارف هو شايل ايه ولا بيودي فين ولا بيعمل ايه. والدليل على حاجه زي كده، انا البوست ده جالي على الفيسبوك وعجبني قوي، لان يعني كنت الحاجات دي انا كنت بقراها من فتره طويله وكنت بقعد اضحك، في حين الناس كتير من الشعب، ومعلش بقى طالما انتوا سميتوا الاخوان خرفان لازم برضو تاخدوا حاجه تشبهوا نفسكم بحيوان. يعني انتوا لو مكرين مثلا هيقولوا انتوا يعني في حاله زي دي اذا انتم كالثعالب. ولكن تعال بقى نقرا شويه اخبار كده، انا جالي الشير ده على الفيسبوك وعجبني قوي. بيقول ايه؟ الى احبائي المغيبين اتباع لميس والابراش ومنى الشاذلي وابو حمالات، هو ايه اخبار توكيلات السيسي؟ سامي عنان نشر مذكرات ولا لسه؟ ايه عاصمه جمهوريه المحل المستقله؟ فين الستات اللي بيقصوا الشعر في المترو؟ قلت مبروك لكام واحده اتجوزت وعندها 9 سنين؟ خيرت الشاطر اشترى في فندق سميرة ميس ولا لسه؟ بالمناسبه في خبر تاني، كان اشترى 6 طيارات برضه. سبحان الله الغريب جدا ان الخبر على فكره اتذاع واتنفى في نفس الوقت. قمه السفاله. طب ال 12000 مسلح حمساوي اللي في الكوربه ايه الاخبار؟ يا ترى الفلسطينيين اللي في مخيمات العريش عاملين ايه؟
اخبار المسيحيين اللي اتنقبوا بالعافيه ايه؟ مرتاحين ولا حرانين؟ انا سمعت ان هم عاملين مليونيه تقريبا. كل البنات المسيحيات اللي اتنقبوا نازلين بيقولوا عايزين نحوله الحجاب بدل النقاب لحسن بصراحه تعبنا وحرانين قوي. هشام قنديل بيزور والدته في غزه ولا مركز مع عمه اللي في كفر الشيخ بس؟ فين الارغفه الثلاثه للحد الاقصى المواطن في مشروع توزيع الخبز الجديد؟ محدش لقى بطاقه رقم قومي من ال 11 مليون اللي تمت اضافتهم لقاعده بيانات الرقم القومي. كاتب كتاب ابن مرسي على بنت هشام قنديل امتى؟ ايه اخبار شبكه المحمول الرابعه بتاعت حسن مالك؟ بدات ولا لسه في التجهيز؟ حد شاف صفحه كتاب الدراسات الاجتماعيه اللي فيه صوره حسن البنا على الغلاف؟ فين الادله اللي رئيس تحرير الاهرام العربي سلمها بخصوص حادث رفح؟ دوله قطر اشترت قناه السويس ولا لسه؟ اقساط بيع اهرامات الجيزه بتدفع في موعدها ولا في اقساط متاخره؟ ياسر علي عمل ايه في قضيه الزواج العرفي؟ العروسه مش لاقيه العقد كل ده؟ مصر الطيران بتقدم محشي على طياره الرئاسه ولا لسه؟ المصابين بغاز الاعصاب اللي الداخليه كانت بتستعمله في المنصوره قاموا بالسلامه؟ ايه اخبار الطيارات الاف 35 الاسرائيلي اللي كانت بتعمل مناورات فوق القاهره؟ ترى طلعت من المصنع؟ صحيح ميليشيات الاخوان ما ظهرتش في الشوارع ولا الظاهر انهم تحولوا لبلاك كلوت؟ فين يا جماعه بقى اخر حاجه فعلا جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي رعبت الناس وخلت الناس تخبى في بيوتها؟ ايه اخبارهم؟ طبعا هو لسه في كتير وكتير. ففي النهايه خالص الشير بقى جاي بيقول انشرها واديها لاصدقائك المغيبين. الاخبار دي كلها ده بتدل على ان في جزء من الشعب تحول لحمير. نعم حمير. ان سعادتك لما يجي لك الاعلام وينهق بالاخبار ديت وانت تنهق وراه او يحطها على ظهرك، يحط بردعه ويحطها على ظهرك ويقول لك لف خلي الشعب يعرف، قول له على الاخبار دي وعرف وتناقل الاخبار زي دي، اذا سعادتك حمار فعلا. يبقى اذا هو ده اقل تشبيه اقدر اشبهك بيه. لان يعني مش عارف اخبار بصراحه مضحكه وما ثبتش منها اي حاجه خالص. فاذا مبروك عليك، انت حمار كبير انك انت بتصدق الكلام ده وبتمشي بيه. نيجي بقى لنوع تاني من الحيوانات وانا اسيبك انت هديك هنت عنه كده وانت تقول يا حبيبي. باسم يوسف اصبح نجم مصر الاوحد. باسم يوسف بيستعمل سعادتك يعني مع الاسف يعني بشكل مش لطيف. باسم يوسف طلع واحد قبل كده انا اسف في اللفظ اللي هقوله بيشخر على الهوا. باسم يوسف طلع واحد قبل كده عامل نفسه مصاص دماء وبيقول العربيات بتضرب لي كلاكسات، انا مش عارف عايز بس من خلال برنامجك ان افهمهم ان انا بمص دم بس. ايه ده؟ هو كل مصر كده مفيش تقفيش؟ ايه يا باسم؟ مش عارف. سعادتك قاعد طبعا بتتفرج على الكلام ده وها وبتضحك ومبسوط، ادي للخرفان على دماغهم، طلع لهم يا باسم، انت ممتاز انت رائع. بس على فكره كده سعادتك راجل مع الاسف الشديد مش عايز اقولها لان المدام قاعده جنبك وانت بتتفرجوا على الكلام ده. وبمناسبه المدام انا احب اسال المدام سؤال. الولد اللي طلع لبس مصاص دماء وبيقول انا بمص دم بس، العربيات بتضرب لي كلاكسات وبمص دم بس، يا ترى هنا العربيات الناس اللي السواقين ديت كانت عايزه منه ايه؟ يمص ودانهم، يمص مناخيرهم، ولا يمص دراعهم؟ ما اعرفش ايه. سعادتك انا اسيب لك الاجابه وممكن اسالي جوز سعادتك لو قاعد بيتفرج جنبك وعنده دم ان يخليك تتفرج على حاجه زي دي. بس شفت كراهيه الاخوان بتخليك ايه؟ اديك انت صغير. الخنزير من احد يعني في مملكه الحيوان من المعروف على فكره انه ما بيغيرش، ما بيتنرفزش، بيشوف مراته ممكن يعني ذكور الحيوانات يعني وبيسكت ما بيعملش حاجه، ما بيهاجمش مثلا او كده دافع عن مراته. انت سعادتك بتسمح لمراتك ولبنتك قاعد تتفرج على باسم يوسف بيتكلم عن المص، بيتكلم مش عارف يعني انا مش عارف انا يعني مش عارف اقول ايه. لما انا اشوف حاجه زي كده الناس بقى قاعده في مصر تقول ايه؟ انت مش عارف، انت مش واخد بالك، انت اصلك عايش بره، انت مش شايف. خلاص انا مش واخد بالي ومش شايف، انا هلجأ للاعلام الشريف اللي عندنا. عايز اتفرج على اعلام شريف يقدم لي، هو ده الاعلام الشريف بتاعنا. يبقى ما تسالنيش انا بتعاطف مع مرسي ليه حتى ولو كان اداؤه سيء. اتعاطف معاه لما الاقي ان في اعلام وسخ زباله بالشكل ده، يبقى طبيعي ان اتعاطف مع الراجل. لما الاقي ان واحد جايب لي واحده رقاصه بدايه البرومو بتاع البرنامج بتاعها طالعه بتهز وفي اخر البرنامج بتدرع بتعمل حركه بدراعاتها وتقول البس، اسمها سما المصري والمفروض ان عامله برنامج بتنتقد فيه الرئيس مرسي، يبقى لا، يبقى انا هبقى مع الرئيس مرسي. ما تسالنيش ليه. لما الاقي مذيعه
انا اقسم بالله العظيم انا الراجل انا عمري ما جه في بالي اي حاجه خالص. وصل بيها السفاله والوساخه وقله الحياء ان تقول لك طالع على هوا تقول ايه يا ريس مرسي صوابع ايه اللي بتتكلم عنها، ده في عيال صغيره، عيب ومش عيب. ايه السفاله دي؟ ده انا اتكسفت، ده انا الراجل اتكسفت. انا مش عارف انت طلعتي قلت كده ازاي لما الاقي هو ده الاعلام والمفروض انه هيبين لي عيوب الاخوان وعيوب مرسي. لا انا مع مرسي. لما الاقي على فكره بقى يعني الشعب بان عليه بعد الثوره كشفت كل عوراته واتضح ان احنا مع الاسف الشديد الشعب عندنا عبيط. لما الاقي بص عيل اسمه احمد سبايدر، المفروض ان ده يعني مش عارف يعني الناس مثلا كان مسخ او حاجه زي كده، فجاه بص الاقي عامل صفحه على الفيسبوك عدد الفانز فيها 115,000. ايه ده؟ ده ممكن يرشح نفسه في مجلس الشعب، يعني ممكن الممثل بتاعي في مجلس الشعب يبقى اسمه احمد عنكبوت. اصلا ما بحبش ان انا احاول بحب اعرب الحاجه بصراحه. يعني انا اللي هيمثلني في مجلس الشعب ممكن يبقى اسمه احمد عنكبوت، وناس عماله في الصفحه بتاعته يابا انت ممتاز انت وطني. ليه؟ لمجرد ان بيشتم في الاخوان بقى ممتاز وبقى وطني وبقى ولد شريف وبقى ولد 10/10. ده ايه ده؟ ايه السفاله؟ ايه الوساخه دي؟ لما بص بقى كدبه لطيفه خالص ايام انكل مبارك المخلوع، كان الفوتوشوب بيتعمل له مخصوص علشان حاجه واحده، عشان البي يبان ان هو يعني. ودي بقى كان الفضيحه على فكره، لما سعادتك تبقى حمار وما تعرفش ايه اللي اوروبا بتقول ايه وايه اللي بيحصل بره، ما تقعدش تنقل لي بقى والناس تنقل يقول لك قالت مش عارف صحيفه ايه الامريكيه، قالت صحيفه كذا الانجليزيه، قالت، وانت ما عندكش القدره انك انت تدخل تعمل سيرش على جوجل وتدور ان كان في صحيفه قالت ولا ما قالتش. انت بتاخد فعلا حمار، فعلا بتحط البردعه وتاخد الخبر وتجري بيه. الخبر ده انتشر قوي 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 وكتب عنه في جريده الشروق احد الكتاب المحترمين، انتقد حاجه زي كده ودرجه التدني والوضاعه والسفاله اللي وصل بيها الاعلام بتاعنا. الخبر ده انا على فكره الخبر ده لما شفته، انا اول ما شفته انا شكيت فيه لسبب صغير، انه اللغه دي مش موجوده كلغه انجليزيه، كلمه مانكيش دي مش موجوده كلغه انجليزيه، فانا شكيت فيه. قعدت ادور على اسم الجريده الامريكيه اللي اسمها فان تايمز، ما لقيتش خالص، ما فيش. قلت ايه ده؟ منين جابوا منين الخبر ده؟ الى ان طبعا اتكشف، وانا ما كنتش اعرف البرنامج اللي بيعمل الموضوع ده، الى ان الحمد لله انا الرئيس القادم لجمهوريه مصر العربيه اهو. ها نقول ايه بقى الاعلام البقر تاني اهو، انا الرئيس القادم لجمهوريه مصر العربيه اهو. فعلا زباله، انتم زباله، فما حدش يلومني بقى ولا يقول لي انت ليه مرسي انت مش شايف، اصل انت مش عارف ايه كل الكلام الفارغ ده. لا ما تلومنيش، لما الاقي في اعلام محترم بيوصل لي انا والراجل اللي قاعد بره في اوروبا الصوره صح، بقى في حاله زي دي انا معاك. سؤال بقى اخير، انا احب اسال الكنيسه سؤال مهم قوي ويا ريت الاقي ليه اجابه. انا شفت حادثه الكشح فيديو، ودي كانت في عصر مبارك. ايام مبارك ايام جميله خالص، ممكن تخش جوه كنيسه تضرب واحد مسيحي بسكينه طلع عليك مختل عقليا، واذا زهقان ومش عارف تجيبه من جوه الكنيسه اطلع له فوق القطر طخه طلقتين في دماغه هو وعيلته طلع عليك متخلف عقليا. زهقان خالص ومفيش بقى يعني مش عارف تجيبه من جوه الكنيسه، مش عارف تطلع له فوق جوه القطر وتضربه رصاص، فاجر له كنيسته وخلاص، وشوف اي عيل سلفي بتتهم فيه وخلصت على كده، ما فيهاش مشاكل. الله مش عارف. ومع ذلك الراجل ده يعني لما قامت الثوره الكنيسه كانت ضد الثوره تماما. ليه؟ ايه السر في كده؟ يعني الراجل ده كان رحيم قوي للدرجه دي؟ الراجل ده يعني على حد تقديراتكم انتوا، وكان تقريبا يعني المواقع المسيحيه على فكره كلها تلاقي فيها ممكن اي حد مسيحي يخش ويلاقي عدد الحوادث اللي تمت ضد الاقباط ايام مبارك. ومش بس كده طبعا، ان البنات اللي بتتخطف كل يوم ده تقريبا على حسب الواحد كان بيسمعه، انا اسمع يعني كده او اللي انا بسمعه ان كان ممكن تقريبا المسيحيين ينقرضوا خلال 20 سنه، لان القبط مش هيلاقي اصلا بنت مسيحيه يتجوزها، ما بتتخطف كل يوم واحده وبيتم اجبارها على الاسلام، فهوب 20 سنه خلاص ما فيش بنات، مش هيلاقي، يا اما يستورد يجيب واحده من بره يستوردها عشان يتجوزها، يا اما بيهاجر. فكانت الاقباط كانوا هينقرضوا، كانوا هيخلصوا. ده كان الوضع ايام مبارك. ومع ذلك جات الفرصه للاقباط ان هم يقودوا الثوره
ويكونوا هم في مقدمه الثوره. بمعنى ايه؟ لما جالك الفرصه في 25 يناير كان الطبيعي جدا ان الكنيسه تقول لك ايوه انزل بقى كتفك في كتف اخوك المسلم، انزلوا بقى اسقطوا الطاغيه. كانت الكنيسه من اول الناس اللي كانت ضد الثوره وامرت شعبها ان هو ما ينزلش. ما اعرفش، انا مستغرب بقى ايه وضع الكنيسه 30 يونيو ليه؟ ايه السبب؟ انت لو قربت من مواليد 1900 ومعمر لغايه 2013 انت ما حكمكش اي نظام اسلامي او اي تيار اسلامي خلال الفتره دي كلها. فامتى جربت التيار الاسلامي اللي كان قاسي عليك قوي كده ومحسسك ان لا انت مش عايزه؟ ايه السبب؟ يعني مقارنه بمبارك ايه السبب؟ انا مش فاهم. فعلا في علامه استفهام كبيره. اجاوب انا؟ عشان اسمه تيار اسلامي. نتكلم الصراحه واحنا نقعد نضحك على بعض. تقول لي اصل اداؤه مش لا هو لو حلب لك لو جاب لك العصفور وجاب لك حلبه كده قدامك واداك لبن وسقاك برضه لا، عشان اسمه تيار اسلامي. انما ما تقوليش ان هو كان قاسى عليك من مبارك او ان مبارك كان حنين ولطيف. ده يعني مع الاسف الشديد انا عايز اقول على حاجه الفت نظرك لحاجه مهمه قوي. زي ما في ناس بتقول في تجار دين من الشيوخ وكلام من ده، انت عندك برضو كان تجار دين بس تقريبا كان باين عليهم بيشتغلوا لحساب النظام السابق. يعني كنيستك كانت بتتحرق، بتتهاجم جوه كنيستك وبتتضرب بالسكينه. دمك كان رخيص جدا عن النظام السابق، بس طبعا كان هو عارف كويس جدا ان في ناس بتشتغل لحسابه. يقول لك ابن الطاعه تحل عليه البركه يا حبيبي يا ابونا، ده بيقتلونا جوه كنايسنا، بيفجرونا، بيبهدلونا، بيسحلونا. مفيش، لا حبيبي اقعد جوه، ادخل جوه الكاتدرائيه، صرخ حبه وخلاص. ايه سيكون لكم في العالم ضيق. هو على فكره بس عايز الفت نظرك لحاجه. ضيق هنا المقصود بيها تفقد حد عزيز، تفقد ابن، بتفقد ام، بتفقد اخ، انت نفسك بيجي لك مرض بيرقدك ما تقدرش تقوم. انما اللي كان بيحصل لك ده كان اسمه ظلم، ما كانش ضيق. اللي كان بيحصل لك من اخوانك في الوطن تحت رعايه النظام السابق اللي كان بيزدهر من خلال الفتن، ده على فكره ما اسموش ضيق، ده اسمه ظلم. فما اعرفش يعني الكنيسه كانت في 25 يناير ضد الثوره تماما في وجود حاكم كان يعني بيلعبها على الشناكل. يعني كان يمكن اخرها حكم المحكمه باجبار الكنيسه على تزويج المطلقين، ولكن طبعا جه الاب الرحيم حسني مبارك قام واخد بعضه ولغى القرار عشان هو رحيم. انا مش هقدر اقول غير اي تاني اكتر من الكلام اللي انا قلته دوت، بس بتمنى فعلا ان 30 يونيو يمر على خير ومحدش يموت. اما بقى بالنسبه لحزب الكنبه اللي ما نزلش وما حبش ان هو ينول شرف مشاركه في 25 يناير، اللي مع الاسف الشديد انا لسه ما اتجوزتش، حامل الهم دلوقتي لما اتجوز واجيب اطفال هقول لهم انا ما شاركتش ليه. مكسوف لما يبقى يلاقوا اطفال الجيران او حاجه زي كده بيتفاخروا ان اللي مكتوب في التاريخ ده و25 يناير كانوا ابهاتهم جزء منه، انا ما حصليش نصيب وما بقتش جزء منه لظروفي غصب عني. الناس بقى اللي هي قعدت على الكنبه في 25 يناير وما نزلتش، يا ريت غير مكانك، انزل تحت السرير يوم 30 يونيو. هيبقى في دم، مع الاسف الشديد هيبقى في دم. انزل نام في حضن ماما او نام في حضن المدام واستخبى تحت السرير، غير مكانك من فوق الكنبه لتحت السرير. انا خلصت على كده.